يا ترى جسمنا ده إزاي نعتني بيه؟ وإزاي نعرف الصح من الغلط؟ في سلسلة أنا وجسمي هنكتشف مع بعض إيه هي اللمسة الآمنة، وإزاي نتصرف لو حسينا إن في حاجة مش مريحة. كل حلقة هتعلمنا حاجة جديدة وبطريقة سهلة علشان نفهمها ونفتكرها. يلا نبدأ تاني حلقة، وخلينا دايما فاكرين جسمك ملكك وإنت أهم حاجة. يا ترى يعني إيه سر؟ وهل في أسرار نحكيها وأسرار نخبيها؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جداً، السر. السر هو حاجة بنخبيها وما بنقولهاش لحد، زي لما صاحبك يقولك مفاجأة عيد ميلاد وده سر حلو، أو لما تحتفظ برسمة عملتها لماما لحد ما تفاجئها. دي أسرار بتفرح وبتخلي اللي قدامنا يبتسم. بس مش كل الأسرار حلوة، في أسرار بتخلينا نحس بالخوف أو الضيق، زي لما حد يقولك ما تحكيش لحد ويكون عامل حاجة مش مريحة أو غلط. الأسرار دي مش لازم نكتمها، لازم نحكيها لحد كبير نثق فيه زي بابا أو ماما. لو في سر مضايقك احكي لحد كبير بتحبه، ماما، بابا، المدرسة أو أي حد بيريحك. الناس دي بتحبك وهتساعدك، ما تخليش السر الوحش يفضل جواك. مش كل سر يتقالك لازم تكتمه. لو السر مضايقك، مش مريحك أو مش مفهوم، اتكلم واحمي نفسك لأنك غالي.